شركة كارفور الفرنسية تتحدى الملك وتتحدى المغاربة وتتحدى الوحدة الترابية للمغرب. شركة كارفور في شهر واحد من هذه السنة في واحد المحفل في فرنسا كيعرضوا فيه المنتجات ديال اللي كيجيبوهم من شمال افريقيا ولا من افريقيا بصفة عامة ومن الشرق الاوسط. حطوا الخريطة ديال المغرب مبثورة، داروا الكيان ولا الخريطة الوهمية، كذلك رفعوا العلم ديال مرتزقة البوليزاريو. خلينا من هذا ماشي موضوعنا. في تحدي جديد، وهذه المرة تحدي للملك وللقرارات الملكية. المغاربة اللي تلقاو استقبلوا القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح تقبلناه وفرحنا له، الناس بغاوه نظرا بزاف ديال الاعتبارات اللي كاملين كنعرفوهم كمغاربة. كارفور اليوم تتحدى الملك، كتحداه وكتبيع الخرفان، كتبيع باك ديال الحولي، غير هما بلاصة ما يبيعوه حي كيف ما كنشوفوه في دوك الكوريات اللي كيديروا على جنبات ديال كارفور. دابا كيبيعوا لك باك مذبوح، باك فيه الدوارة، فيه الراس، وفيه داك الكسدة ديال اللحم. كيبيعوا لك باك كامل ب2099 درهم، ب2999 ولا 2000 وشي حاجة. المهم كيبيعوا الحولي. الى اين؟ واش المغاربة ما بغاوش يفيقوا؟ خلاص خصنا المقاطعة، خصنا نقاطعوا المنتجات ديال كارفور، ما نبقاوش ندخلوا لكارفور. اش بغينا اكثر من هادشي هذا؟ كارفور كتبين لك على النية السيئة ديالها تجاه المغرب واتجاه الوحدة الترابية واتجاه الملك. دابا شنو بقى؟ شنو هو الفعل مثلا اللي غيخلي كارفور ديروا عاد باش نقاطعوها؟ كاين شي حاجة اكثر من هادشي؟ خلينا من ان كارفور كيدعم الجيش الاحتلال وفي اوج الحرب ما بين فلسطين وما بين اسرائيل كيبينوا القفاف ديال المؤونة وديال الماكلة اللي كتمشي عند جيوش الاحتلال كيتحدوا بها العالم كامل. وفي المغرب راه حنا شفنا في واحد اللقاء ولا في واحد الحفل كانوا داروا في فرنسا كيحتفلوا بالمنتجات اللي كيجيبهم من افريقيا ومن الشرق الاوسط. داروا الخريطة ديال المغرب مبثورة، حتى هما داروا داك الخط اللي مرسوم بالمسطرة مسطر، ورفعوا العلم ديال الجمهورية الوهمية. كاين شي تحدي اكثر من هذا؟ ما كاينش شي تحدي دابا اللي ممكن اننا نقاطعوا فيه كارفور من غير هاد ثلاثه. شنو غيبقى؟ كارفور بينات على النية السيئة ديالها تجاه المغاربة وتجاه الوحدة الترابية. أبقى لهم غير الملكة هما تحداوه. قرار ملكي واضح، وزارة الداخلية كتاخد إجراءات بالنسبة للناس اللي كيبيعوا المواشي قبل عيد الأضحى. الداخلية كانت صارمة وكان البيان واضح، سواء البيان ولا القرار ديال صاحب الجلالة اللي قراه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو حتى البيان اللي صدروا لفتيت وزير الداخلية. كان بيان صريح، ما فيه لا لبس لا شبهة لا حتى شي حاجة. بيان صريح وواضح. العيد ما كاينش، ما غندبحوش. شعيرة ديال الذبح ما غتكونش، غتكون عطلة رسمية، غنمشيو للمساجد، غتكون تكبيرة ديال العيد، غتكون صلة الرحيم إلى غير ذلك. لكن شعيرة النحر ما غتكونش. كارفور كتحداك دابا كتقولك لا انا غنبيعو اسيدي الا نتوما ما درتوش الذبح، انا سيدي غنعطيهم حولي مذبوح. شوفوا شحال من المركز ديال كارفور عندنا. كارفور بالاصناف ديالها، من لي يوبر مارشي، من لي سوبر مارشي، من دوك لي ماركت الصغار. حسبوهم شحال من واحد عندنا في المغرب. غير كل نقطة بيع يذبحوا فيها واحد 300 ولا 500 راس غنم، نحسبوها نشوفوهم شحال. المدن الصغيرة يذبحوا فيهم 200 300، والمدن فحال كازا فحال أكادير طنجة الرباط سلا مراكش شحال يذبحوا من رأس غنم. المغاربة قاطعوا كارفور، قاطعوا كارفور. بالنسبة لبعض الناس غيبقاو يقولوا لك لا راه كارفور ديال فرنسا، كارفور ديال فرنسا، ولكن نقط البيع اللي خاصين
إفريقيا وبالشرق الأوسط شدهم شركة إماراتية، واحد الشركة ديال المجموعة القابضة الفاطم، هي اللي كتستثمر في هاد الأسواق الكبرى. هي واحد العائلة غنية جدا، كانوا بداو العمل ديالهم ولا الاشتغال ديالهم بالتنقيب على اللؤلؤ في أعماق البحار، وكونوا الثروة ديالهم زيادة على النفط والغاز والثروات الطبيعية اللي عندهم. ولكن السياسة ديال التسيير ديال كارفور ولا التوجه العام ديالها عالميا كيمشي على حساب المكتب الرئيسي ديالها ولا السياج ديالها الكبير اللي كاين في فرنسا. فرنسا اللي كتسطر. إذا المغاربة قاطعوا كارفور، قاطعوا كارفور. هذا تحدي كبير. إلا مشات في هاد السياسة هادي وكلشي بدا كيشري من عندهم، أنا غنقول اللي غيشري، اللي غيمشي يشري من عندهم حولي راه حولي، اللي غيمشي يتحدى القرار ديال الملك وقرار وزارة الداخلية والأوضاع اللي كنعيشو في البلاد وغيمشي يشري الحولي راه هو حولي. هذا راه استنزاف كبير تجاه الثروة الحيوانية ديالنا. حنا بغينا نحافظوا على الثروة الحيوانية ديالنا هاد العام باش العام الجاي كلشي يعيد، الدرويش يعيد، اللي عنده يعيد، اللي ما عندوش يعيد، يهبط الثمن ديال الخرفان. دابا هما مشاو دخلوا على الكوارا ديال اللي كاينين في بعض المناطق في المغرب، بداو كيشريو رؤوس الأغنام، وهما كذلك كيستثمروا قبيل عيد الأضحى بواحد الشهور قليلة، كيجيبوا الأغنام وكيدوهم للإسطابلات وكيمشيو كيعلفوهم باش كيوجدوا العيد الكبير. ما بغاوش يضيعوا فيهم، بلاص ما يخرجوهم مثلا يتباع اللحم بواحد 60 درهم ولا 65 درهم، هما دابا كيديروا لك باك كامل ب 2299 ولا 2300 درهم ما عرفتش. وإشهار قدو قداش في الواجهات ديال لي بانو بوبليسيتير تما عندهم، دايرين الرقم، ما تجيش عندهم نتا كاع غير اتصل بالرقم ديالهم هما غيجيبوا لك الحوالي حتى للدار. قاطعوا كارفور المغاربة، قاطعوا كارفور. تبقاو